في أبريل سنة 2025 الحرب التجارية بين أمريكا والصين كانت رجعت تاني وبشكل أعنف. أمريكا فرضت رسوم ضخمة على البضائع الصينية وصلت في الوقت ده ل 145%، والصين طبعا ما سكتتش. بس الرد الصيني المرة دي ما كانش مجرد إنهم يحطوا رسوم على منتجات أمريكية وخلاص. الصين راحت للحاجة اللي هي عارفة إن أمريكا محتاجاها فعلا، وبدأت تفرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة. وهنا فجأة رؤساء شركات السيارات في ديترويت بدأوا يروحوا للإدارة الأمريكية ويحذروهم بمنتهى الوضوح: لو المغناطيسات اللي بتدخل أمريكا من الصين ما رجعتش تتحرك بشكل طبيعي، إحنا ممكن نضطر نقفل مصانع. خلي بالك، إحنا مش بنتكلم عن موتور كامل ولا بطارية ولا شريحة إلكترونية معقدة، إحنا بنتكلم عن مجرد مغناطيس، يعني حاجة صغيرة جدا جوه المنتج. أغلب الناس أصلا عمرها ما فكرت هي جاية منين، قدرت في لحظة إنها تهدد مصنع عربيات كامل بالتوقف. وهنا أمريكا اكتشفت، أو خلينا نقول افتكرت، إن في جزء ضخم جدا من الاقتصاد الحديث مبني على سلسلة توريد بدايتها في الأرض، لكن معظم مفاتيحها موجودة في الصين. والسؤال بقى، إزاي العالم وصل أصلا للوضع ده؟ وإزاي بلد واحدة بقت مسيطرة على حوالي 90% من مراحل أساسية في صناعة مواد بتدخل في العربيات والموبايلات وتوربينات الرياح وحتى أنظمة الصواريخ؟ والأهم، لو أمريكا وباقي الدول قرروا يخرجوا من الاعتماد ده، هل الموضوع فعلا مجرد إنك تفتح منجم جديد وخلاص، ولا للأسف الموضوع أعقد من كده بكتير؟ كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة بعد الفاصل. أنا محمد طارق، وأهلا بيكم في مدونات. العناصر الأرضية النادرة هي مجموعة مكونة من 17 عنصر معدني، والعناصر دي متشابهة كيميائيا جدا. الاسم ممكن يخليك تحس إننا بنتكلم عن أحجار غريبة ونادرة لدرجة إنك محتاج تنقب سنين علشان تلاقي منها شوية جرامات، لكن أصل القصة مش في شكلها ولا حتى في اسمها. القيمة الحقيقية في اللي بتقدر تعمله العناصر دي. العناصر دي بتساعدك تعمل مغناطيسات قوية جدا، وتقدر تستحمل درجات حرارة عالية من غير ما تفقد خواصها بسهولة، وده بيخليها مفيدة جدا خصوصا في المحركات الكهربائية. يعني لما المصنع يكون عايز موتور أصغر واخف وفي نفس الوقت قوي، العناصر دي بتبقى جزء مهم جدا في المعادله. وعلشان كده هتلاقي المغناطيسات دي داخله في حاجات كتير جدا، من الموبايلات والعربيات الكهربائيه لتوربينات الرياح وانظمه عسكريه وصاروخيه. طيب تمام، بما ان العناصر دي مهمه بالشكل ده، يبقى الحل واضح جدا: امريكا تفتح مناجم عندها وخلاص، صح؟ هنا بتظهر اول مشكله. الصين عندها اكبر رواسب مكتشفه من العناصر الارضيه النادره دي في العالم، وفوق ده عندها رواسب من النوع اللي بيتسمى العناصر الارضيه النادره الثقيله، ودي تحديدا من اغلى الانواع واكثرها طلبا، لانها بتساعد المغناطيسات عاليه الاداء انها تقاوم الحراره وفقدان المغناطيسيه. في المقابل، الولايات المتحده عندها كميات قليله جدا من النوع الثقيل ده، بس حتى دي مش اكبر مشكله، لان استخراج الخام من الارض رغم كل صعوبته هو تقريبا اول خطوه بس. تخيل انك طلعت الصخور من المنجم، حلو، انت كده لسه ما عندكش مغناطيس ينفع تحطه في عربيه او سلاح او حتى موتور. قدامك شغل كيميائي معقد علشان تفصل العناصر اللي شبه بعض جدا وتنقيها، وبعد كده تحول المعادن دي لمواد يقدر مصنع المغناطيسات يستخدمها. وهنا بالظبط موجود الاختناق الحقيقي. الصين مسيطره على حوالي 90% من عمليات تكرير العناصر الارضيه النادره، وبعد التكرير عندك صناعه المغناطيسات نفسها، والصين برضه مسيطره على حوالي 90% منها. يعني من الاخر ممكن يكون عندك منجم خارج الصين وتطلع منه الخام، وفي مرحله لاحقه تكتشف انك لسه محتاج تدخل الصين في السلسله علشان توصل في الاخر للمنتج اللي المصنع محتاجه. وهنا انت ممكن تقول ان المشكله دي ممكن تتحل بان الدول الغربيه تتجمع وتبني مصانع تكرير وخلاص. على الرغم من ان السؤال ده فعلا يبان شكله بسيط، لحد ما تشوف ليه المصانع دي اختفت اصلا من اوروبا. عمليه الفصل والتكرير مكلفه ومزعجه بيئيا جدا، وبتنتج مخلفات سامه من ضمنها مواد مشعه. وعلى مدار سنين طويله بقى أسهل وأرخص بالنسبة لدول غربية كتير إنها تسيب الجزء القذر والمكلف ده للصين وتشتري المنتج جاهز. وفي نفس الوقت الصين كانت بتوسع طاقتها الإنتاجية وبتتعلم أكتر وبتقلل تكلفتها، لحد ما بقى الشراء منها اقتصاديا أفضل من إنك تحاول تعمل نفس الحاجة عندك. والحقيقة إن الوضع ده فضل مريح جدا لفترة طويلة. المصنع الغربي عايز مغناطيس رخيص ومتوفر، موجود. المستهلك عايز عربية أو موبايل بسعر أحسن، برضه موجود. طالما الامدادات ماشيه، لي اصرف مليارات علشان ابني صناعه مكلفه ومؤذيه للبيئه وانافس بلد بقالها سنين بتعملها على نطاق ضخم؟ المشكله بقى ان الراحه دي كان ليها ثمن، والثمن ده ظهر اول مره بوضوح قبل ازمه 2025 بسنين طويله. سنه 2010 كان في نزاع اقليمي بين الصين واليابان، والصين وقتها قيدت صادرات العناصر الأرضية النادرة لليابان. يعني الرسالة كانت واضحة جدا: انت عندك مصانع عربيات وصناعات تكنولوجية محتاجة العناصر دي علشان تعمل المغناطيسيات، تمام، انا بقى عندي المادة اللي انت محتاجها علشان تعمل كل ده. الأزمة نفسها استمرت أسابيع بس، لكنها كانت إنذار واضح، واليابان فعلا فهمت الرسالة وبدأت تقلل اعتمادها على الصين. بس خلي الرقم ده معاك علشان تعرف قد إيه المسألة بطيئة. سنة 2010 اعتماد اليابان على الصين كان حوالي 90%،
وبعد حوالي 15 سنة من المحاولات الاعتماد نزل لحوالي 60 أو 70%. يعني بعد عقد ونص كامل اليابان ما خرجتش من الصين، هي بس بقت أقل اعتمادا عليها. وده يرجعنا للسؤال الأهم، هي الصين وصلت لكل القوة دي ازاي أصلا؟ الغريب إن الصين ما كانتش دايما هي اللاعب الأكبر. من الخمسينات لحد الثمانينات تقريبا الولايات المتحدة نفسها كانت اللاعب الرئيسي في العناصر الأرضية النادرة. الصين دخلت متأخر نسبيا، لكنها تعاملت مع الصناعة دي من البداية كحاجة استراتيجية، وبانت قدرتها مش في التعدين بس لكن في السلسلة كلها، استخراج وفصل وتكرير وبعدها تصنيع المغناطيسات. ومع زيادة الحجم والخبرة الأسعار بقت أصعب على المنافسين. في الغرب عندك أجور أعلى وهوامش ربح ضعيفة وعملية إنتاج بيئية مش لطيفة أصلا بالنسبة لهم، فواحد ورا التاني بدأ يخرج من السوق. وبكده أنت مصحتش في يوم لقيت الصين معاها 90%. الموضوع حصل تدريجيا، كل شركة قالت الصين أرخص وكل عميل قالك طالما المنتج واصل أنا مالي، لحد اللحظة اللي احتجت فيها البديل. فاكتشفت ان البديل نفسه محتاج 10 سنين علشان يتبني، وده اللي العالم كله بيحاول يعمله دلوقتي. واحده من اهم الشركات في المحاوله دي هي شركه ليناس الاستراليه، واللي بتشغل اكبر موقع لمعالجه العناصر الارضيه النادره خارج الصين. الشركه عندها عقد بقيمه 96 مليون دولار لتوريد عناصر ارضيه نادره ثقيله لوزاره الدفاع الامريكيه، وبتستهدف انتاج اكتر من 10,000 طن من اكاسيد العناصر الارضيه النادره سنويا. بس الرقم مش هو اهم حاجه هنا، الاهم ان ليناس قدرت تنتج وتفصل العناصر الثقيله نفسها، وفي مايو 2025 قالت إنها كسرت الاحتكار في الجزء ده وبقت المنتج الوحيد على نطاق واسع خارج الصين للعناصر الخفيفة والثقيلة المفصولة. تقول لي خلاص أهو المشكلة اتحلت. أقول لك استنى بس، لأنك كنت بتعيد بناء الصناعة دي مش بتشتري آلات وتحطها في مصنع وبس، انت محتاج ناس تعرف تشغلها، محتاج خبرة تراكمت سنين ومهندسين وكيميائيين ومهارات صناعية الصين فضلت تطورها طول الوقت. وهنا بتظهر مقارنة صعب جدا تجاهلها. في سنة واحدة بس الولايات المتحدة خرجت حوالي 35 ألف محامي، وفي المقابل حوالي 350 مهندس تعدين فقط. الصين بقى عندها جامعة متخصصة في التعدين والهندسة فيها حوالي 25 ألف طالب جامعي. فاحنا مش بنتكلم بس عن مين عنده صخور أكتر، بنتكلم عن منظومة كاملة اتبنت بمرور السنين. وفوق كل ده بقى الطلب العسكري عند أمريكا زود الإحساس بالاستعجال، وده ببساطة لأن الحرب مع إيران استنزفت جزء كبير من مخزون بعض الذخائر الأمريكية المتطورة، وإن إعادة ملء المخزونات دي محتاجة أنظمة وسلاح يدخل في تصنيعهم عناصر أرضية نادرة. يعني المسألة بالنسبة لأمريكا ما بقتش مجرد مصنع عربيات ممكن يتأخر، دخل فيها الأمن القومي نفسه. ومن ضمن محاولات أمريكا إنها تعمل سلسلة خارج الصين، المصانع لوحدها ما كانتش كفاية، كان لازم تلاقي مصادر خام جديدة. وهنا بتظهر البرازيل. البرازيل عندها تقريبا ربع العناصر الأرضية النادرة الموجودة عالميا حسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وفي جنوب شرق البرازيل في مشروع لشركة استرالية اسمها ميتوريك ريسورسز بتحصل هي كمان على دعم أمريكي، والشركة بتقول إن التلال الموجودة في موقع المشروع فيها حوالي 1.5 مليار طن من الطين الحامل للعناصر الأرضية النادرة. وهدفهم مش بس يطلعوا المادة من الأرض، لكن يوصلوا لإنتاج خليط كربونات العناصر الأرضية النادرة ويطوروا كمان التكنولوجيا اللازمة للفصل. وفي أمريكا نفسها الرهان الكبير كان على شركة MB Materials. وزارة الدفاع الأمريكية اشترت حصة في الشركة بقيمة 400 مليون دولار سنة 2025، والشركة متوقعة إنها تقدر تفصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة خلال السنة. طيب كده عندك استراليا والبرازيل وامريكا وفلوس حكومات داخله السوق، يبقى الصين تبدا تخسر سيطرتها. مش بالبساطه دي، لان الصين لسه عندها سلاح اقتصاد تاني مهم، الحجم. لو انت شركه جديده لسه بانيه مصنع ومصاريفك عاليه ومحتاج سنين علشان تثبت نفسك، فالصين عندها صناعه ضخمه قائمه بالفعل. الصين تقدر تضغط الاسعار وهوامش الربح لفتره تكفي انها تخلي مشروعك الجديد اقتصاديا صعب جدا قبل ما يقف على رجليه. يعني المشكله مش بس هل الدول دي تعرف تنتج ولا لا، السؤال كمان هل الشركه الجديده تقدر تفضل عايشه وهي بتنافس لاعب بالحجم ده. وعلشان كده الحكومات الغربيه نفسها بدات تدخل بفلوسها، مش مجرد تشجع الشركات بالكلام. الفكره ان الدوله تبقى موجوده كظهر مالي للمشروعات دي، بحيث لو حصل ضغط في الاسعار ما تموتش الصناعه الجديده قبل ما تتعلم وتكبر. وفي تقدير موجود ان حوالي 10 مليار دولار من الاموال العامه هتدخل مشروعات عناصر ارضيه نادره خارج الصين في 2026. رقم ضخم جدا، بس حتى ال 10 مليار دول مش معناهم ان احتكار الصين هينتهي بكره، لكن ممكن يحصل شيء اقل دراميا واهم عمليا، إن الولايات المتحدة واستراليا والبرازيل واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا يبدأ يبقى عندهم إنتاج تجاري حقيقي لمغناطيسات العناصر الأرضية النادرة. أنت متخيل أنت محتاج كل الدول دي تتحد مع بعض علشان بس تبدأ تواجه الصين في الصناعة دي. يعني لو شركة النهاردة بتاخد كل احتياجاتها تقريبا من الصين، الهدف الواقعي مش إنها تصحى بكرة الصبح وتقول أنا مش هاخد جرام واحد من الصين. ممكن الهدف يبقى 60% من الصين و40% من باقي العالم، أو بعد شوية 50-50.
وده في حد ذاته يغير الموقف تماما، لأن الأزمة في البداية ما كانتش إن الصين بتبيع عناصر أرضية نادرة، الأزمة إن لو الصين أصلا ما باعتش البديل تقريبا مش موجود، وده اللي أزمة 2025 كشفته بشكل واضح جدا. شركة سيارات ممكن يكون عندها مصنع وعمال ورأس مال وموردين لكل حاجة تقريبا، وفي الآخر خط الإنتاج كله يقف لأن قطعة مغناطيس صغيرة ما وصلتش. علشان كده السباق اللي شغال دلوقتي مش سباق على الصخور بس، هو سباق على المنجم وعلى الكيمياء اللي بعد المنجم وعلى المصنع وعلى المهندس اللي يعرف يشغل المصنع وعلى الشركة اللي تقدر تستحمل سنين وهي بتحاول تنافس الصين. واليابان احتاجت 15 سنة علشان تقلل اعتمادها من 90% لحوالي 70%. فلو بعد 5 سنين لقينا مصانع فعلية بره الصين بتطلع مغناطيسات وبتبيعها لكبار المشترين، ساعتها النجاح مش هيبقى ان الصين اختفت من السلسلة، النجاح ببساطة ان المرة الجاية لما بكين تقرر تقفل الحنفية العالم يبقى عنده حنفية تانية. وبس كده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. سلام.